السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت بتوصلي اولادك الدروس او التدريب علشان تحافظي عليهم وتحافظي على امانهم وخايفة عليهم من الشارع وخايفة عليهم من الطريق وخايفة عليهم من الناس، فانت كده بتهتمي بيهم وبتراعيهم. اما بقى لو عايزة تربيهم حتى واحنا خارجين من البيت واحنا ماشيين في الشارع، فانا هقولك تعملي ايه. مش هنخرج من البيت قبل ما نصلي في الفرض بتاعنا المكتوب، واحنا خارجين هنقول دعاء الخروج من المنزل، مش الصبح بس، لا احنا هنقوله في كل وقت واحنا خارجين من المنزل. واحنا ماشيين في الطريق هيقابلنا مواقف كتير، فاحنا هنربي اولادنا فيها. هنعلمهم ان اماطة الاذى عن الطريق صدقة، هنعلمهم ان تبسمك في وجه اخيك صدقة. يعني لما نقابل حد بنقابله بوش بشوش وبابتسامة كده، وبنسلم ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو في حد محتاج في الطريق بنعلمه ان هو يتصدق، بنعلمه يحترم الكبير ويعطف على الصغير وما بيأذيش حد، بنعلمه ان ما يسخرش من حد او يتنمر عليه زي ما بنقول. طول ما احنا ماشيين في الطريق بتقابلنا مواقف، فاحنا بنربيه ونعلمه فيها. لو عايزة تسمعي الحلقة كاملة بكل تفاصيلها عشان تعرفي ازاي تتعاملي مع اولادك وكمان في التجمعات العائلية، مش نقعد ونمسك الموبايل بس، لكن لازم نكون علاقات اجتماعية مع كل اللي حوالينا، فانا هسيبلك لينك الفيديو كامل في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.